متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناتنا منارة الثقافة توب 10. في هذا الفيديو سنتحدث عن أسمن امرأة في العالم تم تسجيلها في موسوعة جينيس. لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى دعم قناتنا التي تعتبر امتدادا لقناة منارة الثقافة فردوس. ندعوك أيضا إلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. اعتمادا على موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، فإن أسمن امرأة في العالم تم تسجيلها كرقم قياسي قد كانت روزالي برادفورد، التي وصل وزنها إلى 544 كيلوغرام. وروزالي هي امرأة من هاتفيلد في بنسلفانيا التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ولقد ولدت في 27 من أغسطس سنة 1943 وتوفيت سنة 2006 في فلوريدا. كانت روزالي التي تعاني من زيادة مرضية في الوزن تتعرض باستمرار لعدة مشاكل صحية، حيث أصيبت بمرض قصور القلب الاحتقاني ليتم نقلها فورا إلى المستشفى. وهناك بدأ الأطباء بجعلها تتبع نظاما غذائيا صحيا إضافة إلى وضعها تحت المراقبة. وفعلا وفي سنة 1994 وصلت روزالي إلى وزن 128 كيلوغرام. وصلت روزالي تحديها ليصبح وزنها 90 كيلوغراما، إلا أنها بعد ذلك أرادت أن تجري عملية لإزالة الجلد الزائد لتتعرض بعد ذلك لمضاعفات أثناء العملية، ويتسبب ذلك بوفاتها سنة 2006 وهي في عمر 63. كما تعتبر هذه المرأة صاحبة أكبر وزن مفقود من قبل امرأة، حيث أنها تمكنت من فقدان 415 كيلوغرام. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي.